السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا طيبين. في أكلة هنية مع ماما وسلمى. النهاردة هنعمل مع بعض عصير الليمون بالنعناع. تعالوا بينا ندخل الفيديو ونشوف هنعمله ازاي. يلا بينا. بسم الله. ومعانا مكونات وصفتنا النهاردة اللي هي الليمون بالنعناع. طبعا معانا ليمون زي ما انتم شايفين كده، ومعانا نعناع، ومعانا كمان هنا كوبايه من السكر، ومعانا ميه متلجه. تمام كده. تعالوا شوفوا هنبدا ازاي. طبعا احنا هنبدا نقشر ليمون، نقشر يعني حوالي مثلا 4 ليمونات كده. بصوا ازاي. انا بقشر عشان يعني ما يبقاش ال يعمل مراره يعني. وطبعا اصلا الليمون ما بنقعدوش في التلاجة، احنا اول مجرد ما احنا بنضربه في الخلاط على طول ان احنا بنشربه. تمام. كمان 2 كده. نسيب فيه حاجة بسيطة يعني من القشر. تمام كده. طبعا يعني الحر يعني بنقعد نفكر نعمل بقى انواع كتيرة من العصاير. الليمون بقى بالنعناع ده يعني احلى حاجة في العصاير بصراحة. منعش كده ولذيذ زي ما انتوا عارفين. بس دي بقى وخلاص كده. اهو حبايبي، انا جبت شفشق الخلاط كده زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا هحط فيه الميه المتلجه. تمام كده. هنعمل ايه تاني؟ طبعا هو بيحتاج سكر، فانا هحط وهنشوف كده هيحتاج ايه تاني ولا ايه. بصوا الليمون اهو. هناخد بقى ورقتين من النعناع كده. طبعا انتوا عارفين ان الليمون بالنعناع ده، الليمون بشكل عام بيهدي الاعصاب وبيمنع التوتر والقلق، وبيقلل من الألم والصداع، وكمان بيحسن عملية الهضم. تمام كده. دلوقتي انا هعمل ايه بقى؟ هروح اضربه، بس كمان هحط كمان ورقتين كده. خلاص كده اهو. هضربهم ونرجع مع بعض تاني. وبعد ما ضربناه بالشكل ده، انا بقى هصفيه كده. تمام كده. هجيب بقى كوبايات واصبها فيه. اهو حبايبي، بعد ما حطيت بقى عصير الليمون في الشفشق كده، انا هصب. طبعا انا حاطه تلج زي ما انتم شايفين كده. عصير الليمون المنعش احلى عصير بقى بالنسبه للصيف كده. ده احلى عصير. طبعا انا جايبه له اللي هو الشاليمو ده، اللي هو المتحرك ده، ان احنا ممكن نشكله. يعني هي طويله كده، بس احنا ممكن نعمل كده ونلويها كده اهي. ودوت كان العصير بتاعنا النهارده، الليمون بالنعناع. وجربوه بقى يعني بطريقتي، واذا عجبكم ما تنسوش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين. طبعا النهارده وقفه عرفات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.